ليلة ابتدت بدعوة على العشاء وانتهت بكوباية عصير مسمومة. المفروض انها كانت قعدة صلح بين 2 اصحاب، بس اللي حصل انها اتقلبت لخناقات وشتايم ومحاولة انتحار. كلنا يا جمال لان كلنا مسؤولين. ومين اللي قال ان انا مش متحمل المسؤوليه؟ وتم اللقاء بين الصديقين، بس واحد كان داخل بنية الصلح وواحد كان داخل بنية الغد، وكان مجهز خطة سماها خطة جونسون. الخطة دي ما كانش هدفها استعادة سينا ولا خطة عسكرية من الأساس. الخطة دي هي اللي كتبت نهاية عبد الحكيم عامر، وعلى ايد مين؟ عز أصدقائه الرئيس جمال عبد الناصر. قصة صديقين جمعتهم السلطة وهي نفسها اللي فرقتهم. الليلة دي قلبت تاريخ مصر، لكنها في النهاية مجرد ليلة وخلصت، بس سابت وراها جدل لسه مخلصش ما بين ناس شايفة ان حكيم هو اللي غدر بجمال، وناس تانية شايفة ان جمال هو اللي غدر بيه، وناس تالتة شايفة ان دي نهاية متوقعة لواحد شاف كل اصحابه وهم واقعين تحت سكينة الغدر ولكنه سكت ووافق، واحيانا كان بيساعد. ايه بقى اللي حصل في الليلة دي؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. انا احمد صبحي ودي قصة جديدة من كتاب التاريخ، ويلا نعمل شاي ونبدأ الحكاية. القاهرة. وقت النكسة كان الشعب المصري كله متابع إذاعة صوت العرب، وكانت الأخبار بتقول لهم إن الجيش المصري أسقط عشرات الطائرات الإسرائيلية، وإن قواتنا بتتقدم بشكل مذهل، وإن إسرائيل بتنهار. بس فجأة وفي عز نشوة الانتصار طلع جمال عبد الناصر: لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي. هنا الشعب ما بقاش فاهم حاجة، هو منين احنا مزعلين إسرائيل وحاطين عليهم، ومنين الرئيس بيتنحى بسبب الهزيمة؟ وهنا بدأت الأمور توضح، والشعب فهم إنه كان بيضحك عليه. وفي الحرب كان الجيش المصري بيتراجع بسرعة مرعبة، والطيران المصري كله اتضرب وهو على الأرض. يعني مش بياخد كل هجمة بطيارة، لا، في هجمة واحدة ياخد 3-4 طيارات. وهنا الحالة النفسية للشعب المصري كانت في أسوأ حالاتها، لأن الشعب مش قادر يتحمل مرارة الهزيمة ولا قادر يصدق إن القيادة خدعته، وده اللي خلى الرئيس يطلع للشعب ويعلن تنحيه وتحمله المسؤولية. بس الحقيقة إن الرئيس ما كانش هو السبب الأساسي في الهزيمة، يمكن الرئيس كان سبب غير مباشر. وعشان تفهم أنا قصدي إيه لازم ترجع معايا لسنة 1952 بعد نجاح الثورة، لما عبد الناصر بدأ يضغط على محمد نجيب علشان يرقي عبد الحكيم عامر ويعلي رتبته. وقتها كان عبد الحكيم عامر في رتبة رائد، لكن عبد الناصر قدر انه يخليه لواء، وده طبعا في العادي حاجة ما بتحصلش وبتاخد سنين طويلة وبتحتاج مهارات وخبرات معينة، ودي اصلا ما كانتش عند عبد الحكيم عامر. بس عبد الناصر كان عايز يمسكه القوات المسلحة علشان يضمن ولاء الجيش وما يحصلش اي تمرد او قلق. بعدها ب4 سنين عبد الناصر اداله رتبة مشير، ودي رتبة محدش خدها قبله لأنها ما كانتش موجودة في مصر من الأساس، وبرضه محدش خدها وهو عنده 37 سنة. المهم ان عبد الحكيم عامر بدأ يبني نفوذ قوي داخل الجيش، وهو كمان بدأ يعتمد على الثقة مش على الكفاءة. علشان كده عين صديقه شمس بدران وزير للحربية، اللي هو برضه ما عندوش اي خبرة تؤهله لمنصب زي ده. عشان كده عبد الناصر كان متأكد من جواه ان الهزيمة سببها قلة خبرة القادة دول، اللي هم اساسا ما دخلوش اي حرب في حياتهم الا حرب فلسطين اللي خسرناها برضه. وبعد النكسة بدأ عبد الناصر انه يوجه الاتهامات لعبد الحكيم عامر وشمس بدران، والاتهامات دي كانت سوء الإدارة والإهمال الجسيم وإساءة استخدام السلطة والتورط في تعذيب معتقلين، وخصوصا شمس بدران لأنه كان المسؤول الأول عن تعذيب الإخوان في السجن الحربي. المهم ان عبد الناصر قال لعبد الحكيم عامر: احنا خدعنا الشعب يا حكيم ولازم نستقيل احنا الاتنين، وتم الاتفاق بينهم على كده. وطلع الرئيس وأعلن تنحيه وتعزل المشير عامر من منصبه، بس بعدها نزل الشعب في الشوارع ورفض تنحي عبد الناصر وتمسكوا بيه برغم الهزيمة. وهنا حس المشير بالارتياح شوية لأن كده الهوجة عدت بسلام، وقال لنفسه إن مدام عبد الناصر ممشيش يبقى أنا كمان مش همشي. لكنه اتفاجئ بعدها إن عبد الناصر أصدر قرار بإعفائه وتعين مكانه الفريق محمد فوزي. بعد النكسة جه جمال عبد الناصر لما تنحى يوم 9 يونيو، عبد الحكيم عامر قال له أنا متنحي مكاني. حب عبد الحكيم عامر إنه يرجع تاني، فقال له لا أنت قائد مهزوم. بدأت الأزمة تحصل من جمال عبد الناصر حاول يحتوي الموقف ويخلي صاحبه يهدى شوية، لأنهم كانوا صحاب جدا وعشرة عمر، وإنه ما ينفعش يكسروا قدام الشعب.
وان الخلاف اصلا خلاف اداري مش خلاف شخصي. والسبب التاني ان عبد الحكيم عامر كان عنده شبكة ولاءات كبيرة جوه الجيش، وكان ليه شعبية هايلة ونفوذ واسع. وعبد الناصر كان عارف ان عبد الحكيم عامر مركز قوة داخل الجيش، ولو حصل اي توتر الامور هتخرج عن السيطرة وممكن توصل لتمرد او انقلاب. لكنه قرر انه ما يسبقش الاحداث وفكر يحلها بشكل ودي. في الاول عبد الناصر عرض عليه انه يبقى نائب لرئيس الجمهورية او اي دور سياسي يعجبه بس يكون بعيد عن الجيش. لكن عبد الحكيم عامر كان شايف ان ده مجرد ابعاد مقنع مش تكريم ولا حاجة، يعني كان عارف انه بيتشال على الرف بس بشياكة، وحس ان ده نوع من الاهانة لانه كان شايف انه شريك في الحكم مع عبد الناصر مش مجرد موظف، وعشان كده رفض فكرة الخروج من الجيش. وبدأ يتواصل مع ضباط مواليين ليه ويعمل اجتماعات معاهم في فيلته، وبدأ يخزن سلاح داخل الفيلا. بس عبد الناصر عرف باللي كان بيعمله عامر، وبدأت توصله أخبار عن تحركات مريبة جوه الجيش. في الأول عبد الناصر مهتمش وقال إنها مجرد تنفيس عن غضبه من الهزيمة ومن العزل، لكنه اتأكد من الكلام ده لما وصلته ورقة بخط إيد عامر فيها انتقاد لطريقة الحكم وتحميل عبد الناصر مسؤولية الهزيمة. وفهم عبد الناصر إن صاحبه عايز ينقلب عليه، وعرف بموضوع ترسانة الأسلحة. وهنا قرر عبد الناصر إنه ينفذ خدعته، واتعملت الخطة اللي هتقضي على خطر المشير وسماها خطة جونسون. وسيناريو الخطة كان بيتكون من جزئين، الجزء الأول إن عبد الناصر يستدعي المشير لفيلته، وأما التاني إن المدرعات تحاصر بيت المشير في الجيزة. واتصل عبد الناصر بحكيم وقال له: إيه يا حكيم، مش ناوي تيجي تتعشى معايا زي زمان يا أخي؟ وعدت الخطة على عبد الحكيم عامر، وقرر إنه يروح لصاحب عمره علشان يقعد معاه ويتصافوا ويرجعوا المية لمجاريها. لكن أنصار عامر حذروه من الخطوة، وقال له عثمان نصر الله بالنص: أنت أكتر واحد عارف إن عبد الناصر غدار وهيقبض عليك. لكن المشير رفض النصيحة وكررها عليه شمس بدران، ومع ذلك المشير قرر إنه يروح. وفي يوم الجمعة 25/8 سنة 1967 اتوجه المشير لفيلا عبد الناصر في منشية البكري، ومعاه الحرس بتاعه ومدير مكتبه. لكن بمجرد ما دخل المشير تم منع المرافقين ليه من الدخول وتم التحفظ عليهم. ولما دخل المشير للصالون لقى عبد الناصر قاعد ومعاه ضيوف، وهم حسين الشافعي وزكريا محي الدين وأنور السادات. وكده المشير فهم الملعوب وقال له: انت عامل لي محاكمة يا جمال؟ لكن جمال قال له: اقعد واهدى علشان نعرف نتكلم. في نفس التوقيت وعلى الجانب الآخر كانت المدرعات حصرت بيت المشير وقبضت على كل الضباط اللي بيحرسوه، وتمت المواجهة بين أصدقاء العمر. عبد الناصر واجه المشير باللي كان بيعمله بما فيها مخطط الانقلاب. فحكيم قال له: انا ما خنتش يا جمال، انت اللي ابتديت. فرد الرئيس عليه وقال له: اقعد في بيتك يا حكيم. فرد عليه حكيم وقال له: اقعد في بيتي ليه؟ في ناس تانية مسؤولة عن الهزيمة ولازم يتعزلوا هم كمان. فاتدخل السادات وقال للمشير: ما تنكرش، احنا عارفين اللي حصل كله. فرد عليه المشير وقال له: انت كمان بتتهمني بالتآمر يا ابن وقتها سابهم الرئيس وطلع اوضته علشان يطمن على سير الخطة ويتأكد من حصار بيت المشير. وأثناء ما الرئيس ما كانش موجود دخل المشير الحمام وخرج معاه كاس وراح رميه بقوة على الأرض، وبلغ أمين هويدي إنه بلع سم وقال له: اطلع بلغ الرئيس بتاعك إن حكيم انتحر. وطلع أمين جري على الرئيس وبلغه باللي حصل، لكن الرئيس رد عليه رد غير متوقع وقال له: الأولى كان انتحر لما خسرنا المعركة وضيع سينا، واستدعوا دكتور علشان يوقف السم اللي خده المشير. لكن المفاجأة كانت إنه ما خدش سم ولا حاجة. وفي نفس التوقيت في الجيزة كانت القوات قبضت على عائلة المشير. وفي فيلا عبد الناصر صدر القرار بالقبض على المشير وترحيله لفيلا تابعة للمخابرات في المريوطية. وفي يوم 13 سبتمبر سنة 1967 فارق المشير الحياة عن عمر ناهز 47 سنة. وفق الرواية الرسمية المشير انتحر، وده اللي اتنشر في كل جرايد البلد. لكن شهادات المرافقين ليه في فيلا المريوطية قالت انه القصة اللي شفنا فيها ازاي انتهت واحدة من اشهر علاقات الصداقة في مصر. بس من رأيك انت شايف مين اللي غدر بمين؟ وهل عبد الحكيم عامر انتحر ولا اتقتل؟ جاوبني في التعليقات. سلام. القصص ما بتنتهي.